دي بوابة الجنة. في الفيديو ده جايب لكم اغرب حاجة ممكن تشوفها في الصين وهي بوابة الجنة. فلما سمعت عن المكان ده قلت لازم اروح استكشفه وليه هم بيقولوا عليه بوابة الجنة. الفيديو ده متعوب جدا فيه، بتكلم فيه عن عبادة البوذا وعن بوابة الجنة، ولو انت عايز تروح المكان ده هتعمل فيه. في اول الفيديو ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب كومنت. انا كيرو حاليا في الصين، يلا بينا نشوف المغامرة. حاليا راكبين التلفريك زي ما قلت لكم اللي هيطلعنا لبوابة الجنة. هلو دو سبيك انجلش؟ المفروض التلفريك ده الدخول، بس احنا عارفين سعر التذكره، بس احنا عايزين بس الماب عشان ايه نعرف هنتمشى ازاي جوه. هلو اي نيد ذا ماب. اي نيد ماب. اوكي. هلو. يعني لاول مره الماب مرصوصه كده، حلو جدا. دي الماب بتاعتنا. اوف دي كبيره جدا. دي الماب اللي جوه كلها. احنا فين؟ احنا فين؟ Do you speak English? Hello? Do you speak English? Where we are? Where we are? Do you want here? But Here. I don't know where we are. Okay. Sorry. It's okay. اعتقد في تلفريك. احنا في حته هنا. احنا في حته هنا. هندور بقى. هنطبش. يا لهوي على جمال المنظر. شايفين؟ المفروض بقى نركب التلفريك ده وهيطلعنا لغايه فوق. بحيث ان انت تتفرج على حاجه جرافيك، حاجه مش موجوده، حاجه حرفيا مش موجوده، بامانه مش موجوده. ايه الجمال ده؟ وانا بتمشى كده في واحده فاتحه تيك توك، شوف كده من وراه. بتطفل جدا. تيك توك. والله تيك توك. تيك توك. هي. هلو. تيك توك. جوين؟ فاتحه 4 3 كل ده فاتحه جايزه تيك توك. يا لهوي الناس بيحصل فيها ايه؟ بص الجمال ده، ازاي لغايه دلوقتي الناس دي محافظه على الجمال ده لغايه دلوقتي. كل ما بتقرب مسافه فالجمال بيزيد اكتر. ده اللي ورايا مش عارف اقول ايه، بس عايز اقول ايه الجمال ده، ما شاء الله تبارك الله. مش قادر اخد نفسي اللي عمالين نطلع سلالم. دي بوابه الدخول. حبيبه قلبي اتفضلي. ني هاو. هاو ار يو؟ جوده؟ اوكي شيشي. هموت واعرف ليه انا محتاج مرشد سياحي يطلع معايا الجبل. طلعه زي دي مش محتاجه يعني. ربنا يخلينا شات جي بي تي. ما ينفعش تتحرك في اي حته من غير شات جي بي تي في الصين عامه. عايزكم بس ايه تاملوا شويه وانا احنا ماشيين، يعني انا سايب فيديو كده من غير ما اتكلم عشان تاملوا في الجمال. اكتر حاجه انا بجد بتضايقني جدا، انت طالع المطالع دي كلها وعلى رجلك ومش قادر والنفس والكلام ده كله، وتلاقي واحد صيني عادي جدا بيدخن جنبك. يخرب بيتك انا مش قادر، انا طالع كل ده وفي الاخر تشرب لي سجاير. مش قادر النفس. ني هاو. مساء الخير، عاملين ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ هاي هلو. طلعتهم منتبهين معايا وكده. جوده؟ اوكي ني هاو. يا لهوي. دي الاولد تاون اللي كانت موجوده زمان تشبها، تشبها يعني مش هي، هم عاملين اكنك كنت موجود زمان. ني هاو. اوبا. ده بص ده انا لوحدي كله. هيفتح بسرعه عشان يطلع يركب. حد يقول لي ايه الجمال ده؟ بص الحشره دي كانت ماشيه عليا. الحشره دي بنت دي اول حاجه في الصين حرفيا الحشرات. بص بقى الجمال ده. احنا ممكن نتمشى عادي، احنا لوحدنا اصلا. المفروض ارتفاعه يوصل ل 1500 متر فوق مستوى البحر. ده اللي انتوا هتشوفوه. احنا حاليا راكبين التلفريك زي ما قلت لكم اللي هيطلعنا لبوابه الجنه، ومش انا اللي بقول، ده هم اللي بيقولوا. الواحد خايف من كتر الحشرات لان انا عندي فوبيا من الحشرات وعندي فوبيا من المرتفعات. حد يشوف الجمال ده ما يقول سبحان الله وايه الجمال ده. والمفروض اول نقطه تقابلنا ما ننزل من هنا ونتمشى شويه وهي بوابه الجنه الموجوده في الصين. الواحد مش مستوعب وبيقول الجمله على فكره، ولكن دي افكارهم ودي عاداتهم، وما دام احنا سالمين معاهم هم سالمين فما فيش مشكله على فكره. التلفريك ده الدنيا حر فيه قوي قوي قوي. المنظر شكله هنا حلو قوي، ده تحفه تحفه بجد. ركزوا كده المنظر من فوق مرعب. يا لهوي على المنظر اللي تحت. بصوا ده برده فاتح تيك توك، اللي ورايا ده فاتح تيك توك. التيك توك في كل حته حرفيا. احنا المفروض دلوقتي بنتمشى. ده خلاص احنا عرفنا الكلمه اللي هقولها عامه، ده احنا المفروض نتمشى ليها. انا اكتر حاجه بس بكرهها في حياتي وهي الحشرات. الحشرات الموجوده هنا مش احسن حاجه بصراحه. يعني لو انت بتخاف من الحشرات هات اوف، بس ما تجيبش اكتر من 200 مللي لان 200 مللي هياخدوه منك في المطار. هات 100 مللي بس عشان خدوها مني من الاخر. اللي ورايا من بعيد دي خالص هي بوابه الجنه اللي الصينيين كانوا معتقدين فتره ان دي بوابه الجنه الحقيقيه. ولما اوصل هناك هقول لكم على شويه حاجات ممكن تجننكم شخصيا، ولكن لو انت شايفها من هنا بصراحه هي شكلها غريب جدا. انت شايف السما
وشايف ان في سلم، السلم ده تحس ان هو بيوصلك للسما حرفيا. هم غراب جدا. هل تستاهل انا اجي عشان اشوف المنظر ده؟ تستاهل، ولكن الموضوع صعب جدا لان نطلع 999 سلمه لغايه فوق. متخيلين هنطلع قد ايه؟ طبعا قبل ما اروح برده لغايه هناك انا متاكد 100% ان انا هشوف حاجه انا متاكد منها، وهي ايه؟ ان انت هتلاقي هناك في مصور بيقول لك ان الصوره ب 30 يوان او ب 20 ار ام بي، حاجه من الاثنين. عدي بقى، احنا كده وصلنا بوابه الجنه. في البدايه هنستنى لغايه لما نطلع فوق. فاللي انتوا شايفينه ده دي بوابه الجنه اللي هي مش حقيقيه عامه، يعني عشان انا مش مستوعب الكلام اللي بقوله، دي مش حقيقيه عامه. ولكن اللي جاي في دماغي دلوقتي هو احنا ازاي هنطلع كل السلالم دي، او لو انا طلعت السلالم دي هو انا ازاي هنزل كل السلالم دي. فالمنظر حرفيا من تحت لفوق مرعب. فتخيل حضرتك انت لما تيجي تنزل اصلا هتشوف ايه. مبدئيا كده الصينيين عامه مسمين البوابه اللي ورايا دي اسمها تاينامين. تاينامين معناها البوابه الروحيه او بوابه السماء، وبيشوفوا ان الجبل ده مقدس جدا، حتى مسمينه ان ده بيوصلهم بين الارض والسماء، يعني بين الارض اللي احنا عايشين عليها والسماء اللي متشافه فوق. وفي الفلسفه برضو بتاعتهم بيعتبروا ان السلم ده كله ان هو الحاجه الوحيده اللي بتوصلهم بين البشر والاله. هو اكيد طبعا طبيعه غريبه بالنسبه لنا كعرب او مصريين ان احنا نصدق الكلام ده، او حد مؤمن بالثلاث كتب، فبالنسبه له الحوار ده غريب جدا. وزمان كان في الرهبان الطويين دول كانوا بيجوا هنا عادي يطلعوا لغايه فوق ويتاملوا ويتعبدوا ويصلوا، الطريق الوحيد اللي بين الارض والسماء. فهم كانوا بييجوا يتاملوا ويتعبدوا هنا في المكان، لان الجبل حسب العقيده بتاعتهم هو روحاني جدا. وبيقولوا اللي هو بين البوابه دي ولما يكون في ضباب، يعني في ضباب مغطي كده بين الاثنين، ده كده هو بين العالمين، بين العالم الارضي والعالم السماوي. زي ما قلت لكم العقيده بتاعتهم غريبه شويه، ولكن زي ما احنا اتفقنا ان الكلام والعقيده بتاعتهم دي كانت زمان مش دلوقتي. ولكن حاليا في العصر الحديث بيقول لك لا، البوابه دي دلوقتي ما بقتش دينيه، هي دي بقت بين الطبيعه والروح، وان الحفره دي ذات نفسها ما اتخلقتش صدفه او ما اتعملتش صدفه، الطبيعه اللي عملتها، بس لازم احنا نحترمهم زي ما هم بيحترمونا. تعالوا بقى نطلع 999 درجه وهحكي لكم ليه رقم 9 بالذات. وزي ما قلت لكم ان شايفين ان الجبل ده مقدس جدا لدرجه ان هم بيحطوا له الشموع اهي، دي الشموع اللي بتثبت تقديس للمكان، زي البخور كده اكنه بيصلوا للجبل. دي التماثيل بتاعتها. سلم شكله غشيم شويه، اللي بص شايف قد ايه. معانا ميتنا ان شاء الله، حتى لو مش معانا ميه فان شاء الله اكيد لازم يبقى في حاجه فوق، ولكن اهم حاجه يبقى معانا ميه برده، لان اللي احنا هنطلعه ده مش سهل، ده كتير قوي. انا بصراحه تعبت من اول طلعه، سلام شكلها متعبه. هنا بقى بيشتروا الحاجات دي ويتعبدوا، نفس اللي كان بيحصل في تايلاند، نفس اللي كان بيحصل في اي حته في اسيا، هي نفس الفكره. طب اللي بيحصل هنا بالظبط ده اسمه شينجلو، وشينجلو ده معناه ان زي حوض كده بيبقى فيه بخور. الناس بتعمل ايه بقى؟ بتشتري الحاجات دي من هنا، البطاقه دي بيحطوا على الاسم بتاعهم زي امنيه، حظ، عايز فلوس، عايز بركه، عايز حياته تبقى ناجحه، الكلام ده كله بيجيبوا رزايا دي وبيشتروها من عنده وبيكتبوها بيعلقوها، على اساس زي ما احنا قلنا ان الجبل ده اكتر جبل مقدس عند الصينيين. يعني بص الراجل ده هيعمل ايه اهو، هيصلي. وطبعا غير البخور اللي بيولعوها، شايفين الحاجات اللي طالعه كده من الشمعه دي كلها، دي على اساس ان ده روح واصله لغايه ربنا عشان توصل الامنيه بتاعته. بالنسبه لنا ملناش دعوه، ملناش علاقه، كل واحد يوم اللي هو عايزه. قلت احكي لكم ايه اللي بيحصل عندهم وهم بيحسوا بايه وايه اللي هم بيعملوه في حياتهم. دلوقتي هنطلع السلالم دي كلها وهقول لكم ايه برده رمز السلالم دي كلها، عشان ليها رمز برده. احنا دلوقتي طالعين 999 سلمه، يا لهوي كل ما نطلع بنبعد. بص المنظر من ورايا عامل ازاي؟ المنظر من هنا بصراحه بيحسسك زي ما قلت تحت ان ده بوابه سما بجد، سبحان الله. شكلك طلوع صعب قوي. بص السلمه عامله ازاي، بص عمقها لازم امسك كده بصراحه لان السلم صعب قوي، حرفيا صعب. بص عامل ازاي، يا لهوي. ايه Yeah, I am solo traveler. So how many minutes you want to go up to the top? 99, 999. 10 minutes? Arabic? Yeah, Egypt. Egypt. Oh, Yeah. beautiful. باي باي. See you تيك توك. مجانين تيك توك. ورجلي شدت. حاسس اني مش قادر. هقول لكم ليه مش قادر. لان انا برضو بقالي فوق ال 10 ايام بتمشى كتير بين مدينه ومدينه. اصعب مدينتين شفتهم هي تشاوشينج والمدينه دي، كلها مطالع. يعني الواحد لو بيعمل الرياضه دي كل يوم هيخس. يعني السلالم دي فوق كده، اوبا ارض مبلوله، مش قادر، مميته. يا اخي ربنا مش بيعذبنا عشان نطلع برضو لفوق. نستريح شويه، مش قادر، لان لو ما شربناش ميه مش هنعرف نكمل. لا قلبي دين 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 دين. كمل دلوقتي، هنكمل بعد ما استريحنا هنكمل. ناس خايفه حرفيا، انا ما اعرفش انا لما اجي انزل بقى وانا بخاف من المرتفعات، فانا هنزل ازاي؟ هلو هلو ني هاو. شكلنا كده كل شويه نستريح مش قادر. I'm from Egypt.
IG. Do you know IG؟ IG. يا لهوي دي بقى متعبه اكتر لفوق يا لهوي. مبدئيا السلالم اللي احنا طالعينها دي 999 سلمه، ودي معناها عند الصينيين اعتقاد رمزي ديني. ده معناه ان انت السلالم دي اعتقاد للتنوير، للخلود من الاخر. كل ما تطلع لفوق فانت كده توصل لخلود السماوات. لو انتوا ما عندكمش لياقه زيي فاحسن لما تيجوا اعملوا رياضه، لان الموضوع صعب جدا. عايز اطلع فوق اشرب 2 لتر ميه. قربنا. ايه ني هاو كم بدو اي حاجه ما تعرفهاش كم بدو. موضوع صعب جدا بجد، يعني مش مجرد انت تهزر، وده صعب. بس المنظر من هنا عامل ازاي؟ منظر حلو. يقول لك ايه هتنزل ازاي من هنا بجد حرفيا. يا لهوي عاش يلا عاش. همسك بدي الاتنين مش قادر. واحد مبسوط بالانجاز اللي هو بيعمله ده. Yeah. Yeah. You also do it? 1,000. Really? واحد لو بيعمل كل ده حرفيا هيخس. لو بيعمل كل ده كل يوم. عارف بقى لو في زحليقه لتحت كان احسن. الحمد لله بعد ما طلعنا تعالى بوريكم ايه بقى الجنه اللي هم بيقولوا عليها. هي دي هي صراحه متنظمه، ميه بتهبط من فوق. يعني بص في شلال ميه، ما اعرفش الطبيعه ولا لا بصراحه، ولكن في شلال ميه. بص عامله ازاي ميه نازله من فوق، الميه نازله من فوق لتحت. فبصراحه الموضوع غريب جدا، حاسس بجد ان هي شبه خدعه. يعني في خدعه في الموضوع ان طلعنا كل ده ومفيش اي حاجه. هل لو دي سبيك انجلش اعطوا نو. بس تقريبا المفروض نمشي داخلين جوه الجبل حوالين البحيره بعد ما طلعنا السلم كلها. المفروض هنروح نشوف من الناحيه الثانيه في ايه على ما اعتقد، لان انا شايف ناس هنا بتبص. الجو هنا فيه هواء شديد قوي، هوا لان انت خلاص انت على ارتفاع كبير وانت مبلول عرق. طب انا هعمل ايه؟ انا اكيد مش ماشي في التكييف. المشي اللي احنا ماشيينها دي ترمز لحاجه معينه. هي عامه هلو هاو ار يو. هلو هاي. نطلع بقى كده ني هاو. كل ما تعمل حاجه هتطلع، كل حاجه نطلع لفوق. بس ان هم يصمموا ده في وسط الجبل فهو حاجه حلوه جدا، يعني ده مش حاجه عاديه برضو. هلو يا لهوي. بعد ما خلصنا اول واحد ده في واحد تاني، ده اطول من اعمق محطه مترو اللي احنا نزلناها قبل كده. ده كتير قوي، كتير جدا. اطول بجد، اطول من محطه المترو اللي احنا نزلناها. والله بيهزروا، انا ما اعرفش ان هو الطول ده كله. كبير قوي والله كبير. بصوا يا لهوي. واحد تاني ايه والله احي ايه كل ده. اول مره اشوف عربي هنا تاني. كتير قوي بجد، كتير. طلعه رهيبه. احنا كده عمالين نطلع جوه الجبل. لو عدينا الدقايق دلوقتي احنا ممكن نكون اطول من عمق محطه المترو احنا نزلناها قبل كده اللي كانت مدينه شوبشنج، فدي ممكن تبقى اطول بكتير. اكيد خلصنا، شكلها كده خلصنا. لا ما خلصناش. ده حرفيا كيف تضيع وقت الرحله، كيف تضيعها عن طريق الحوار ده كله. ده كل شويه واحد اطول من اللي قبله. الراجل ده عم يتفرج عليا، شايفك. هلو هاو ني هاو كده احنا وصلنا اخيرا. واحد مبسوط والله الواحد مبسوط. لا ده لسه فيه، والله لسه فيه. انا قلت خلصنا. يا لهوي تخيلوا الكهرباء قطعت، هينزل كلها على رجلي. يا الله انا تعبت بصراحه. احنا بقالنا فوق ال 12 دقيقة طالعين. ده حط مترو ايه يا باشا اللي عميقة؟ ده اللي عميق فور في اي حاجة تقريبا. خلاص كده احنا وصلنا. يا الله عايزين نستكشف بقى. المفروض هنا وهنلف بقى اللفة دي كلها على خيرة الله. لا لفة صعبة بس انا هعملها بعون الله. وزي ما انتم عارفين بحب اوريكم كل حاجة بصراحة، سواء حاجة مش تقليديا في ديني او في دين اي حد. المهم اوريكم الثقافة بتاعت كل بلد عشان في الاخر تستمتع بالجولة دي كلها. ولو وصلت لغاية هنا ما تنساش تعمل السبسكرايب او اللايك او كومنت، وقول لي لو في حاجة ما عجبتكش لغاية دلوقتي اكتبها في كومنت دلوقتي حالا. قول لي كده انا ما عجبنيش حاجة معينة عشان اغيرها. اكيد ده مش الكوبري الاساسي، ده كوبري عادي. بص شايفين المدينة؟ ده في ملعب كورة هناك اهو. لا بقى ما طالع تاني زي ما قلت لكم. هنا المفروض في معبد، تعالوا نبص عليه كده. معبد زي ما انا قلت. برضه زي ما قلت لكم بيطلبوا الامنيات والكلام ده كله. انا مش عايزك بس اتكلم قدامهم جوه ما يبانش لو صور حاجه، بس هي نفس الفكره. ده المعبد بتاع الجبل اللي برضه نفس الفكره، بيقدموا له الطقوس التقديس والكلام ده كله. وده الورق اللي قلت لكم عليه قبل كده، بيشتروه بيكتبوا على اسمه ويتمنوا الحظ، يتمنوا فلوس، يتمنوا كل الكلام ده. دي حاجه احنا ممكن نستغربها في حياتنا، ولكن دي عاداتهم، دي طقوسهم ومالناش علاقه بيهم خالص. المعبد اللي احنا لسه كنا فيه ده بيرمز بين الاتحاد البوذيه والتمويه. من الاخر كده بيدي للجبل ده مساحه اكبر ان هو ده جبل روحاني 100%، لان ده اتحاد بين اكبر طائفتين. فبيدي رمز للجبل ده ان هو روحاني وان هو اصلا خلاص 100% انه في السماء. مش مهم انك تصدق الكلام ده كله، المهم تحترمه مش اكتر. يعني يا رب اللي نطلع فوق ده عشان حاجه حلوه.
ده اكيد ده مكان استراحه، الناس دي مستريحه، ده مكان استراحه، دول تعبوا 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 ناموا. كمل يا بيه كمل، يا رب يطلع الطرق ده على حاجه بدل ما احنا عمالين نطلع وخلاص. تعالى نتصور من فوق. عايز اديكم فكره. شايفين بتاع اللي هناك خالص ده؟ للاسف المفروض نروح له، المفروض نروح المكان ده. تقول لي ازاي؟ والله هقول لك ما اعرفش، بس المنظر من فوق مرعب. بص عامل ازاي؟ دي على نقطه موجوده في المدينه. واو. بص تجيب الناحيه الثانيه، رحله استكشافيه. ايه اللايك سبسكرايب كومنت، ما عندكش حاجه. ده انا بتعذب. اشرب ميه عشان مش قادر. يبقى ايه لما ننزل تحت بقى نشتري ميه تاني. انا ما فضلتش معايا غير ازازه، الحمد لله موجوده. افتكرتها خلصت. اوكي شيشي اوكي. ده المنظر هنا حلو جدا. طب افهمكم ايه اللي حصل دلوقتي. المفروض ان في طريق عادي وفي طريق زاز. طريق زاز ده احنا مشيناه قبل كده ولكن اسهل بكتير. بدل ما هنطلع وننزل، اكتر حاجه مستغربها بجد ان الدنيا ضله. انا اسف شمس، الحكمه ضاعت. ولكن المنظر يستاهل. زي ما قلت لكم ماشيين مبدا كل حاجه بفلوس. بس هو مشكله الزاز ده ان هو حرفيا فيه هزه، وانت ماشي كده هو فيه سنه هزه. معرفش الهزه دي منين، بس حتى لو انت بتخاف هيخلي الفوبيا اللي عندك تروح. حرفيا هو مخيف بصراحه، مش هكدب عليكم. يعني تحتيك هوا. جوده شيشي سي هالو، سي هالو هالو ني هاو. الضحكه دلوقتي ان الدخول ب5 يوان. الصوره دي تفتكروا بكام؟ ب10 20. انا هو انت اهو هنشوف. نخرج بقى نشوف الصوره اللي احنا اتصورناها بكام. والله لو ب5 ولا اشتريها لو ب5. بس اكتر حاجه حلوه عندهم السرعه. انا اهو. How much? One picture 25. 25؟ Yeah. يعني ده ب5 ودي 25. 125. فنجر. مش عارف. نو شيشي صراحه غريبه جدا. انا قلت لكم ايه، الممر ده كله ب5 ولكن الصوره اللي انت خدتها دي ب25. الواحد حظه حلو برده ان هو صور في اماكن احلى من كده بمراحل. في الازاز بالذات المناظر هنا طبيعيه احلى بكتير. ازاز ايه يا باشا؟ ايه هاو. رحنا نشوف الخريطه بقى وسط الجبل على الحافه، شويه اعصار مع هوا. بس المنظر مرعب من هنا. بس المكان متامن في كل حاجه. دي احلى حاجه في الصين، كلها كاميرات. منظر هنا مش طبيعي. منظر وانت ماشي وسط الكلام ده حرفيا مش طبيعي. في صوت غريب جدا انا خايف منه. نستريح هنا بس 5 دقايق ناكل اي حاجه. انا واخد من الفندق توست الصراحه، ومعايا ليز كيكه وحلال لان انا هو بالقوطه. الحوار اللي بعمله ده مشروع اكل زمان. فطيره بالشيبسي. اكتر امنيه بتمناها دلوقتي اللي بنزله كل ده مش عايز اطلعه. ابديت اللي احنا مشيناه. احنا كنا من شويه هنا بقينا هنا. ده المعبد. في حاجه احنا ممكن نعملها بقى، هو ان احنا ناخد كيبل ينزلنا دي قبل ما نخش نشوف المعبد والكلام ده كله. اللي احنا هنشوفه ده ملوش علاقه بينا، وانا مش بقول لك اعمل كذا ولا اعمل كذا. انا كل اللي بوريه لك ثقافه، عشان عارف دماغكم بتوديكم بعيد وبتشتموني في الكومنتات في الاخر، بتقعدوا تغلطوا فيا. وانا في الاول والاخر بوريكم الثقافه. كالعاده هتلاقي صلوات جوه مش مفهومه بالنسبه لي. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده والناحيه الثانيه ممكن يوحي لك بشكل الشر او الشيطان او الكلام ده كله، ولكن هم بيؤمنوا بحاجه ثانيه، ان ده والناحيه الثانيه دول حراس المعبد، دول اللي بيحموا الشر كله او الشياطين او اي حاجه تخش المعبد جوه. ودايما بتلاقيهم عند اي بوابه عامه يعني. والقرون اللي انت شايفينها دي عنده دي بتمثل القوه السماويه دي، ولما ايده مرفوعه كده معناه ان هو مستعد يطرد اي شر. زي ما انتم شايفين اكنها حمايه بتحميه، اللي هو فاهم. نفس الكلام برضو الناحيه الثانيه هتلاقي برضو ايديه موجهه، ايديه بتدافع. المخزي الروحي بقى زي ما قلت لكم ان هو الدفاع، وغير كده هو الحامي الايمان. تاني حاجه بقى لما تخش المعبد بالظبط حاجه هتقابلك هناك في زي عصيان كده شمع، بتروح تشتريه. هم مش انا، بيروحوا عند النار اللي زي دي بيولعوها، وبعدين بيروحوا يسجدوا بتاع 3 مرات او 4 يتمنوا الامنيه بتاعتهم ويحطوها في المبخره اللي هناك دي. يعني مثلا دي بتولع اهي، بصوا اول ما تولع كده ما ولعوها هيجي بقى يسجدوا 1 2 3. هي برضه تعمل نفس الكلام وتروح تحط اللي هي طلبته، وهي دي العادات بتاعتهم ومالناش علاقه بيهم. انا بس بوريكم مش اكتر. دلوقتي هنخش المعبد بقى ونشوف الاجواء جوه عامله ازاي. هرجع بقول لكم تاني مش بروج حاجه، دي ثقافه مش اكتر، بوريها لكم مش اكتر. وهنا بقى المعبد الرئيسي اللي بيخشوا يصلوا فيه الصلوات. مش عارف ينفع نخش ولا لا. هنا مش هينفع نخش. عندهم بوذا ليه كذا شكل، مش شكل واحد. هو كل بوذا اصلا راهب عامه، ده ليدر فاهم. فده مثلا بوذا الضاحك ده اللي هو كان ابتسامته على طول موجوده. وتاني حاجه ان بطن دي مش السخريه، لا دي للسماحه، وده الحروب، واللي هناك ده للفن. فعندهم بوذا لكل حاجه. دي حاجه انت لازم تكون عارفينها، ثقافه الغير مش اكتر، للتوعيه. وده نفس الكلام برضو اللي فات. هو البوذا زي ما قلت لكم هو رهبان برضو. نخش فيه جوه. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده انا ما عرفتش اصوره ولا اتكلم فيه جوه، انا بس صورته الاول وقلت اطلع بره اتكلم معاكم فيه. اللي في الفيديو ده مش مجرد تمثال بوذا عادي، ده واحد من اهم القاعات المقدسه في معبد تيانمان اللي هو الجبل اللي احنا فيه، وكل تفصيله فيه ليه معنى روح عميق. انا بس حبيت اسال حد فهو شرح لي كل حاجه. القاعه دي اسمها القوه العظيمه. ده مش معناه حاجه وحشه ولا القوه الجسديه ولا الكلام
الكلام ده، هو معناه قوه الروح والحكمه. والتماثيل اللي انت شايفينها على اليمين دي وعلى الشمال دول 18 رهاط، والرهاط ده معناه لو وصل لدرجه التنوير الكامل، يعني من الاخر كده وصلوا للسلام الداخلي. بس هم لسه عايشين لغايه الوقت حاليا، مش تماثيل، هم الاشخاص عامه لسه عايشه للوقت الحالي. هم منهم كذا شخصيه، واحد المرح، واحد اللي هو الصبور، واحد الحكمه، وهكذا وهكذا وهكذا. عباده البوذا هي عباده غريبه جدا وثقافه غريبه جدا. انصح حد جاي الصين لازم يشوف الثقافه دي ويشوف الغير بيعمل ايه مش اكتر، لكن ولا يعبدوا ولا اي حاجه. على ما نشوف المكان اللي بعده. اوكي يا جاست وان 25 علي بي. دان دان ما فيش حل تاني بصراحه، مش هكدب عليكم. ناخد دي نطلع الناحيه الثانيه، ننزل سلم بسيط بدل اللفه دي كلها اللي احنا بقالنا مثلا بتاع كام ساعه، بقالنا فوق 8 ساعات بنلف، فما فرقتش بقى، مع ان انا بخاف من المرتفعات. هنخش في حاجه انا شخصيا مش بحبها وهي مرتفعات. فتخيل انا هقعد لوحدي في حته ارتفاع رهيب مفتوحه، يعني مش زي التلفريك مقفول عليك تعرف تتحرك، لا انت ما ينفعش تتحرك مكانك. فانا هجهز موبايلي كده، ده هنا وده هنا عشان لو حبيت اطلع. عمر دلوقتي واو ده كده واو اكتر. واي يو ار ساد هابي واو ده المنظر من تحت مخيف جدا. استنى اوريكم. هو في نحل كتير ليه؟ في نحل كتير قوي. دي اكتر حاجه انا ممكن اكون استفدت منها المره دي بصراحه، يعني هي مرعبه لكن اكتر حاجه انا مستفيد بيها. Hello, how are you? I'm from Aji, Egypt. Yeah, Aji. Hello. How are you? انا كله هيصورني ولا ايه؟ نعم بصراحة أنا استفدت بيها، أنا حسيت إن أنا مستمتع. أكتر حاجة بتضايقك هي النحل، يعني أنا كل شوية تيجي جنبي نحلاية، فأنا عمال إيه؟ هحرك إيه رجلي عشان النحل. بص المنظر من عندي كده، ده المنظر. بص المنظر من هنا خرافي. ممتعة بس مخيفة سيك. سرعة الصورة هو صورها هي وصلت. اشوفها حلوة ولا لا اصلا؟ هل تستاهل ولا لا؟ لا. اوكي. هاو ماتش؟ 1 picture 25. 25 ليه يا عم؟ 25 yuan. اه ثانك يو. المهم احنا شفنا الصورة. يعتبر احنا كده وصلنا لنهاية اللعبة، لفينا الجزيرة كلها. احنا المفروض هنا وفي اسانسير بينزل لغاية تحت. الكوبري ده بالنسبة لي عشان انا ما روحتش سور الصين العظيم، فبالنسبة لي ده سور الغلابة. هي نفس الفكره وبرضه على هوا والكلام ده كله، فهي نفس الفكره مفيش اي مشكله. يا جمال المناظر الطبيعيه. انا لقيت الديسكتوب وكل ما الشمس تهبط اكتر المنظر بيحلو اكتر من اللي قبله. بامانه جميله، يعني بص هوريك كده حرفيا الصين جميله بجد، جميله جدا ورخيصه. تعال بقى ننزل تحت بسرعه عشان ايه مش قادر. هوب احنا يعتبر كده خلصنا الفيديو بتاعنا من امام بوابه الجنه الصينيه اللي في الصين، بيقولوا دي بوابه الجنه. حابب اقول لكم ما تنسوش في اخر الفيديو تعملوا لايك سبسكرايب كومنت. لو في حاجه ما عجبتكمش في الفيديو يا ريت تكتبوا كومنت قولوا مش عاجبنا كذا عشان اقدر اعدله واقدر اغيره. من امام البوابه دي حابب اقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت. كان معاكم كيرو فيديو جديد في الصين. سلام.